النهارده هكلمكم عن سر السبانخ باللحمه بتاعتي. انا رحت السوق جبت كيلو سبانخ، وما تيجي تجيب السبانخ جيب السبانخ اللي راسها ملونه. غسلت وجبت كيلو طماطم، وجيت غسلتها وخرطتها وحطيت الحله على النار ب4 معالق زيت وحته الدهنه اللي في اللحم. سخنت عشان اللحمه تاخد صدمه ما تخرش ميه كتير معايا. حطيت عليها بصلايه، قطعت بصلايه وحطيتها عليها، ونقلب البصل في اللحمه كده. نص معلقه فلفل اسود، انا قلت ما تكتروش فلفل اسود على اكلكم. معلقه كمون، كمون حلو، انا بحب الكمون على نص معلقه كزبره، لان احنا هنحط على التوم كزبره واحنا بنعمل التوم بتاع السبانخ. شفت اللحمه بقى عامله ازاي؟ ما بقاش في تحت الا الزيت بس. عاملين الطشه اللي انتوا بتحطوها على السبانخ في الاخر، لا انا حطيت الطشه في السبانخ مع اللحمه، تدي اللحمه طعم روعه. غير كده السبانخ طول ما هي على النار عندك ريحتها جميله جدا. نفضل نقلب بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. يبقى انا عملت ايه بقى؟ عملت البصله باللحمه، حطيت معلقه التوم بالكزبره اللي انتوا بتعملوها في الاخر طشه دي، وعملت كيلو طماطم عشان انا هعمل كيلو سبانخ، فعملت كيلو طماطم معاهم قرن فلفل احمر، ضربتهم في الخلاط واقلب بقى واغطي على ما حطيتش ملح لغايه دلوقتي. حط على السبانخ على الطماطم لما تتسبك، ونكشف كل شويه ونقلب. وقبل كده قلت نهدي على الاكل، نهدي النار البوتاجاز ونقلب كل شويه برضو. تكشف الحله وتغطي تشوف الطماطم اتسبكت ولا لا. لسه الطماطم ما اتسبكتش، اغطي عليها تاني واسيبها شفتي لسه بتخر ميه، لسه فيها ميه عشان يبقى اكلك حلو. غطي عليها تاني كده ونسيبها شويه برضو ونقلب تاني. كل شويه نكشف الحله ونقلب، نشوف لما الطماطم تتسبك. الطماطم لقيناها اتسبكت هنسقط فيها السبانخ. قلب كده والريحه روعه والله باستمرار. لما تيجي تجيب السبانخ جيب السبانخ اللي راسها ملونه مش بيضه بس، عشان بتبقى مسكره كده. الطماطم اتسبكت هنسقط السبانخ، وكمان ربطة كزبرة خضراء ادي مع السبانخ. ربطة كزبرة خضراء بتديها طعم رهيب. والثوم اللي انتوا بتعملوه طشة في الاخر دي لا، اعمليه مع اللحمة يدي الاكل ريحة جميلة من البداية كده. خلي بالك بقى، شوفي السبانخ خست في الحلة ازاي. هنفضل كل شوية نقلب ما شاء الله لا قوة الا بالله. نشكر الله واحنا بنعمل الاكل، والنار هادية على اكلنا باستمرار. شوف ما شاء الله لا قوة الا بالله. وهنغطيها تاني بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. نفضل نكشف الحلة بتاعتنا ونشوفها كل شوية، نشوف لسه فيها مية ولا لا. لسه السبانخ فيها مية، هنغطيها ونشوف كده بسم الله ما شاء الله. لسه برضو السبانخ فيها مية، نقلب برضو ونشكر الله. نقلب ونشكر الله بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ريحتها رهيبة والله، الريحة روعة ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نشوف كده، شوفي بقى اللون عامل ازاي. شفتي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لسه برضو في مية، نقلب ونشوف. أنا بعمل كده خطوة خطوة ليه؟ عشان اوريكي ازاي تعمل. انا عارفه ان انتوا اساتذه، بس انا بتكلم حبايبي اللي لسه مبتدئين، اللي عايزه تعمل دقيه سبانخ باللحمه يعني كده. بصي بقى ما شاء الله، لقيتها كده احط عليها بقى كوبايتين ميه كده واقلبهم في بعض كده، واسيبها لما اسيبها ربع ساعه تغلي براحتها خالص. اسيبها واغطيها وكل شويه برضه اشوفها بسم الله ما شاء الله. لا شفتوا لون السبانخ بقى عامل ازاي؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اذكري الله وانت بتعملي أكلك ما شاء الله لا قوة. شفتي السبانخ عاملة ازاي؟ شفتي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تعالي نغرف بقى كده بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله. نغرف كده السبانخ، شوفي شكلها عامل ازاي في الطبق. لو لقيت السبانخ مززة معاكي حطي معلقة سكر صغير، وإن شاء الله هتبقى زي العسل وبألف هنا وعافية يا رب. حبايبي لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك سبسكرايب عشان تشتركوا في القناة، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.